اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. مساء التفاؤل على عيونكم والهنا والورد والياسمين، على عيونكم الحلوين يا رب. اللي نفسه في حاجة ربنا يرضيه بيها ضعف ما بيتمنى، وولادكم كلهم ينجحوا كده وتشوفيهم احسن الناس. يلا بينا بقى ندخل. نقول لنا بقى، انت واخدانا في دوكه كده وما قلتلناش انت هتعملي ايه. هنعمل حجازيه اسكندراني بجد خطيره، بجد لذيذة وجميلة، جمال ملهاش مثال، حلوة قوي، شبه بتاعت بره واحلى. هتبطلي اللي انت تشتريها. عندي كوباية ضفت فيها معلقة من السكر ومعلقة من الخميرة ونص كوباية مية، هقلبهم كويس جدا وهسيبهم على جنب لحد الخميرة ما تتفاعل معانا. جبت البولة، هضيف دلوقتي 3 معالق من السكر، كوبايتين سميد، كوبايتين دقيق، رشة من الملح. دي المكونات الجافة اللي معانا. هقلب المكونات الجافة كلها مع بعضها. لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات. طبعا عندك اختيارين، ممكن تضيفي سمنة بس او كوباية السمنة، او ممكن تضيفي نصها سمنة ونصها زيت، الموجود عندك اعملي بيه، ما توقفيش نفسك على حاجة. انا ضفت سمنة، كوباية سمنة. بصوا بقى، انا ببسسها، ما ينفعش اللي انتي تعجنيها طبعا علشان هو هنا بقى بسستها لحد ما طلعت معايا بالشكل ده. اللهم بارك. الخميرة اتفعلت، هنزل عليها بقى بالنص كوباية وهدخلها بقى الخميرة فيها برضو، هبسسها وزي ما قلت لكم ما بتتعجنش. وهسيبها بقى ايه تخمر لحد ما احضر الحشوة نص كوباية سكر، نص كوباية سميد، معلقة قرفة، معلقة كاكاو. هقلب المكونات دي كلها مع بعضها. دلوقتي بقى هنزل عليها ب4 معالق من المية، عايزاها شبه الرملة المبلولة كده. طلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا العجينة ارتاحت معايا، هقسمها نصين. وجبت صينية دهنتها سمنة، رشة كده من السمنة، وهفرد الطبقة الأولانية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنزل دلوقتي بالحشوة. طبعا مش الحشوة هحشيها في النص، مش هاجي عند الحروف خالص علشان ما تلزقش مننا والحروف تبقى باينة. النص التاني بتاع العجينة جبت ورقة زبدة كده وضفت عليها العجينة، وضفت ورقة زبدة من فوق، وهفردها بقى كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عشان هنزل بالطبقة التانية على الوش على طول بالنص التاني. هنا اللهم بارك اتفردت معايا، ونزلت بقى على الحجازية بالنص التاني وسويتها كويس جدا. وهنا بقى مشيت عليها بالشوكة عشان تكون شبه بتاعت بره، وخرمتها كويس جدا علشان ارتفاعها ما يكونش عالي، وقطعتها. دلوقتي بقى هدخلها الفرن. الله، طلعت من الفرن. اول ما بتطلع بتبقى طرية شوية كده، بتسيبيها على الرخامة لمدة 10 دقايق، وبعد كده بتعيدي بقى على القطعات، سمبوكسات، مثلثات. تقطعيها بقى سمبوكسات، مثلثات، شوفي التقطيعة اللي انت حباها. وهنا بقى جبت علبة وضفتها فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه. متنسيش اللايك والشير وتفعلي الجرس عشان ينزلك كل جديد.